تخيل راجل ساكن في الدور العاشر، كل يوم وهو راجع من شغله بيطلع في الاسانسير لحد الدور السابع بس، وبيكمل الباقي ماشي على رجليه مع انه بيكره التعب والاسانسير شغال زي الفل. تفتكر ليه بيعمل كده؟ فكر فيها ثواني وهقولك السر حالا. وقبل ما نجاوب على اللغز ده حابب اشكر كل اللي جاوبوا صح على اللغز اللي فات. اللغز كان بيقول قدامك بابين ولازم تختار واحد منهم، الباب الاول وراه شمس حارقه هتحرقك في ثانيه، والباب التاني وراه قناص اول ما هيلمحك هيصفيك على طول. بجد انتوا فاجئتوني، كل الشكر والتقدير لكل الناس اللي جاوبت صح على اللغز اللي فات. والاجابه كانت فعلا ان احنا لازم نستنى الشمس تغيب ونخش من الباب الاول. نرجع لصاحبنا، الاجابه اللي حيرت الكل ان الراجل ده قصير القامه، بين قوسين يعني قزم، فهو نازل بيطول زرار الدور الارضي عادي، لكن وهو طالع اخره يوصل لزرار الدور السابع بس، فبيضطر يكمل الباقي مشي. مين فيكم ذكائه جابها؟ نيجي بقى للغز الحلقه. لغز الحلقه ده جاي من يوسف احمد. يوسف احمد بيقول حاجه من بره خضره ومن جوه حمرا، والسكان اللي عايشين فيها سمر، ولو قلت بطيخه فانت غلطان عشان الحاجه دي بتبدا بحرف النون. فكر بره الصندوق. لغز كويس قوي يا يوسف، انا عارف الاجابه بس هسيبكم انتوا تجاوبوا في التعليقات. اول واحد هيجاوب الاجابه صح هثبت تعليقه، وما تنسوش برضه انا بعمل لكم قلوب بنفسي وبقرا كل تعليقاتكم، واللي عنده لغز ممكن يقوله عادي في التعليقات، وان شاء الله نستضيفه في الجزء الجاي. سلام يا اساطير.